السلام عليكم. سالم غزيل، ننشط في ميدان استغلال الغابات. في السنة الفارطة بتاريخ 26 سبتمبر 2013 نظمت وكالة استغلال الغابات بتة عمومية لبيع الحطب، وعلى إثرها تم التفويت في جملة من الحصص. من بين هذه الحصص القطعة عدد 9، الحصة عدد 84 اللي قمت باقتناها على إثر خلاف حاصل بيني وبين المندوبية الجهوية بالكاف. التجأنا للقضاء، انصفني القضاء، إلا أن منذ تاريخ 21 نوفمبر 2014 بعد صدور الحكم لفائدتي بقيت وزارة الفلاحة ممتنعة على تنفيذ هذا الحكم لأسباب تعتبر أسباب شخصية بيني وبين الإدارة العامة للغابات. المشكلة اليوم في تونس أنه ما عادش عندنا مسؤول اللي يسمعنا واللي يتخذ قرارات ردعية ضد بقية المسؤولين. في الدستور التونسي طبق الفصل 111 اللي ينص أنه الأحكام القضائية تصدر باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس الجمهورية، وإما الامتناع عن تنفيذها والمماطلة فيها. اليوم كل القضاء ينصفني وتجي مؤسسة إدارية تقول لي لا ما تخدمش، هذا يعتبر تدخل في القضاء في شأن القضائي، واللي شيء عيب بعد الثورة اللي جات باش ترفع المظالم. نسمعوا احنا رجعنا ما أتعس من أيامات بن علي، خاطر في عهد بن علي كان المواطن يلتجأ للقضاء وينصف القضاء، ما عادش فما حتى حد يتدخل. والأكثر من الكاية وكالة استغلال الغابات تنظم بتة يوم 14 أفريل 2015، ولأول مرة في التاريخ البتات أنها تعطي قطع أشجار الكرتوس إلى يوم 16 ماي. المعمول به هو إلى نهاية 30 أفريل. هل 16 يوم هضمية اللي في شهر ماي، ومع ارتفاع درجات الحرارة في شهر ماي ينجر عنه نتائج سلبية للبيئة، بحيث أن الأشجار الكرتوس هي تعد من الورقيات، والورقيات هذه كي نقطعها إلى موفى شهر أفريل تعاود تخلف من جديد وتعاود الشجرة ترجع شجرة جديدة. إلا أنه كي نجيو في 16 يوم هضمية متاع شهر ماي مع ارتفاع درجة الحرارة، هل الأشجار الكراتوس اللي في البتة ما يقارب 300,000 شجرة كراتوس تونس متخسرها. وكما تعرفوا الخويان الكل، الغابة هذه راهي رئة تونس، ويلزمنا احنا بكلنا كل شخص من خلال موقعه ومن خلال مكانته يتدخل في هذا الموضوع ويتصرف. ونداء عاجل للسيد وزير البيئة والسيد وزير الفلاحة باش يهتموا بهذا الموضوع، وراه موضوع مش بسيط، ويلزموا المسؤولين يتداركوا الموقف بل بتت 6 ماي 2015. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله. أنا جلال بن حمزة، ممثل الشركة الفلاحية استغلال الغابات وشركة تونسية للمنتجات الغابية، ومستغل في قطاع الغابات. خلال السنة الفارطة في 26/9/2013 تعرضنا إلى مظلمة كبيرة من قبل الإدارة العامة للغابات ووكالة استغلال الغابات، بتحديد دائرة جهوية بالكاف. أنا قمت جلال بن حمزة في كشف موضوع ملف تاع فساد. عملت إعلام، لأن عندنا في قانون الغابات تبدأ عندك 300 متر شعاع على القطعة اللي تستغلها، كيصير أي تجاوز لازمك تعلم عليه باش ما تحملش المسؤولية. في خلال إعلامي على تجاوز في قطعة جانب الحصة اللي خذيتها أنا من الوكالة عن طريق بتة عمومية، يعني تمت العملية كما نقولوا احنا بطريقة أخرى بالعكس، فهمتها. السيد اللي تجاوز يخدم أموره منظمة وكذا، وقامت الهرسة نتاعي. ورغم أني قبل قدمت برنامج تلفزي حكيت فيه على ما يخص قطاع الغابات، على الفساد اللي فيه من سرقات ونهب إلى غير ذلك، أنا نحب نوصل اليوم صوتي إلى الشعب التونسي الكل باش يفهموا خاصة شنو معناها الشجرة وشنو قيمة الغابة والمنافع نتاعها. بالنسبة للشجرة هي فيها عدة منافع، من الأكسجين، من حماية الانجرافات، من كثرة السحب، من عدة حاجات، وخاصة حياة البشرية. اليوم صبحت تفويت كبير ياسر في الغابات وهمجية كبيرة ياسر، وبعض الناس شغالين في ذكرهم يصبحوا كما نقولوا احنا لا حاسب ولا رقيب. دونك كي تكلمنا احنا على الشيء هذايا وقدمنا المطالب هذيا، انا واحد من الناس اليوم صدقوني
اني سلمت كما نقول بعباره اوضح، فشلت، ما لقيتش شكون مسؤول يتكلم، شكون ناس صحاح. عملنا وقفات احتجاجيه قدام المجلس التاسيسي، عملنا قدام وزاره الفلاحه، عملنا كذا، جرينا عيطنا، ما سمعنا حد، بل بالعكس تمت الهرسله علي انا وبعض الزملاء. يعني تصور اني خدمت 12 سنه ولا 11 من عام، وبابا قريب 30 سنه ولا 40 سنه، ما عندناش نهار محاضر ولا نهار عندنا مشاكل ولا كذا. من تاريخ العمليه هذه صبحت المحاضر في كل بلاصه، وتم يعني افتكاك القطعه نتاعي، فكل اشترى القطعه ديجا حتى عيناه الخبراء وشافاه وكل شيء، حتى في الخريطه تصورت في خريطه الجوجل. يعني تم افتكاك الشطر من القطعه نتاعي، والسلعه اللي بقات نتاعي تهزت بطرق يعني رغم ان علمنا عدو منفذ وعلمنا كذا وسجلنا كل شيء، قدرها خبراء حوالي 354 ألف دينار. هذه السلعه اللي تفكت لي تحطت وما حزتهاش الغابات، ما حدش على يديها، تهزت بسرقه وخاتي اشترى القطعه الاخرى. احنا اليوم انا اصبحنا بصراحه في قمع كبير برشا، ومش هذه تونس اللي كنا نتمناها الناس الكل اللي قامت الثوره على خاطرها باش نعدوا الحريات والكرامه والقيم الانسانيه والاخلاق والصفات والمساواه والمعادله. اصبحنا اليوم في هرس في فكاك ارزاق ماهوش معقول. تصور يا رسول الله الشاب مديون مع البنوك حوالي 300 ألف دينار، صباح رزقي مفكوك 354 مليون. هذه سلعه مشات، واشترى القطعه هاكم تشوفوها لهنا، اشترى القطعه لهنا هذه كل مفكوكه، فهمني تفكت. وزاد عدى فيه محضر باطل اللي هو الحاز ناري هاكم تشوف فيه لهنا، جاوا لهنا المسلك مشيت وقالوا حاجز ناري، فهمني، وتفك رزقي وتقهرت بكل صراحه. وعملوا لي محاضر في كل بلاصه. تصور انت عملوا لي محاضر حتى على النشو كما نقولوا هكا، اللي لقيت هكا الجرس الصغير كالكليل والزعتر، محاضر باطله ملكيتك في نابل في ابو سالم، وتعليمات في كل بلاصه مقبل الناس هذونا. ورغم ان قدمنا يعني مطلب السيد المدير العام وقدمنا كل شيء، ما خذاش الاجراء قاموا به ضدنا، احنا ما قاموش به ضد الناس هذونا.